فطاير الحبة الكاملة اللي تنفع في الفرن وتنفع في الطاسة، اللي مليانة جبنة وجوسي وإيه مفيدة وطعمها أجمل، وخفيفة على المعدة، صدقوني لو جربتوها مرة هتدمنوها، وليها مليون حشوة. أيا كان اللي هتحطوها فيها هيطلع جامد. يلا نعملها مع بعض. السلام عليكم حبايبنا في الله. كيلو دقيق حبة كاملة. والله حاجة حلوة جدا موضوع ان الشركات عملت الحبة الكاملة دي. دي حقيقة مفيد جدا، والرسول عليه الصلاة والسلام موصي بيه كده كده، فأكيد الرسول مش هيوصي بحاجة غلط. كيس خميرة احنا متأكدين منها، لو انتوا مش متأكدين اعملوا اختبار. ايوه. معلقة سكر صغيرة، معلقة ملح، معانا كوباية مية دافية هنضيفها شوية شوية. بسم الله. ونسينا نضيف علبة زبادي هنضيفها كمان. محتاجين كمان ربع كوباية مية. احنا هنفضل نضيف لحد ما نوصل للقوام المظبوط اللي هنوريه لكم، بس طبعا خليكم عارفين ان دي الحبة الكاملة كده كده ما بيمطش، يعني المطاطان اللي انتم متخيلين. هي كده مش محتاجة لا مش محتاجة مية خالص. اول ما لمت بالشكل الجامد ده هننزل بربع كوباية زيت. نكمل عجنة بسيطة كده، عجنه لحد ما تفرهضوا زي مؤمن كده. بعد ما مؤمن عجن العجينة هنغطيها ونسيبها تخمر. طبعا اهم حاجة نتأكد انها ما بقتش تلزق زي كده، وعقبال ما العجينة تخمر نبدأ نحضر الحشو. طاسة هننزل بمعلقة صغيرة سمنة، هننزل عليها ببصلتين متقطعين مكعبات. اول ما دبلت البصلة هننزل باللحمة على طول. اول ما اللحمة تغير لون وتبقى داخلة على السوا ننزل ب2 فلفل الوان متقطعين مكعبات صغيرة، ننزل عليها بمعلقة صلصة صغيرة، ملح حسب الرغبة، معلقة فلفل اسود، نص معلقة بهارات لحمة. وبعد نص ساعة تقريبا نفشت. الضعف في الكمية. نفشت ماشي، ضعفت كميتها. نفشت. بصي نديها بنية باللوكمية في النص. نلمها كده بالراحة. قسمنا العجين ل9 قطع متساوية. هنوريكم بقى نعمل ايه. نركن العجين على جنب كده. ايوه. هنحط شوية زيت عشان العجينة ما تلزقش، وناخد قطعة من القطع اللي احنا مش عاوزينها دايرة قد ما هي طويلة. انا كنت خايفة من المطاطية والدقيق الحبة الكاملة. بس انا قلت لك هي هتفرق، يعني هتقطع بس مش وحشة. هنحط حتتين جبنة رومي كده او اي جبنة انتوا عايزين تحطوها. ونبدأ ناخد اللحمة، واحنا عملنا فراخ بنفس طريقة اللحمة عشان نعمل ميكس، يعني عاوزين تعملوا دي او دي براحتكم، نفس الطريقة الاتنين. ناخد شوية لحمة، هنسمي بسم الله كده بقى ونحط ايه شوية ميكس جبن، شيدر، موتزاريلا وحاجات كتير يعني. هنقفل بسم الله. نبدأ ناخد من هنا كده ونلف. شايفة الفرد؟ طبعا تعلمي الفرد كده بقى، فرد وتقطيع وعجن. انت بتعمليش حاجة. خلاص كده انا فاشلة. حط فراخ. المرة دي بقى نعملها بالدجاج تشيكن. سمي الله ونقفل عليها بقى. بعد ما خلصنا 8 4 فراخ و4 لحمة. هنديهم دهنة بسيطة زيت. شكلهم قالب على عيش بلدي، بس احنا يعني متفائلين ان شاء الله. اهم حاجة الطعم. هنديهم رشة حبة بركة، سنة ميكس جبن بسيط كده. هندخلها على فرن سخن جدا جدا مسبقا. هنحطها في الرف اللي من تحت لغاية ما تحمر، وبعد كده نشغل الشواية ونطلعها في الرف اللي في النص لحد ما تاخد وش حلو كده ونطلعها. ودي اخر واحدة احنا بنعملها، ما كانش ليها مكان في الصينية اللي في الفرن، فاحنا قلنا نوريكم التسوية على الطاسة والتسوية في الفرن. نبدأ نقفلها على شكل مربع. طاسة على النار، ندي دهنة زيت كده، هننزل بيها في الطاسة ونوطي عليها النار شوية. ده اللي سويناه في الطاسة، وده اللي خرج من الفرن. انا مع اللي خرج من الفرن. الاتنين شكلهم تحفة. يعني لو انت مستعجل الطاسة، لو انت مش عايز زيوت كتير يلا ندوس. يبقى الفرن. بما ان ده هو ده وده هو ده، فاحنا هندوق اللي احنا سويناه في نشوف الحبة الكاملة هتطلع الناتج ايه. بسم الله. بص شدي. واو. بسم الله. عظمة. إيه عظمة. الفرق بين الدقيق الابيض ودقيق الحبة الكاملة، دقيق الحبة الكاملة مش بيمط، ما فيهوش نفس المطاطية بتاعت الجلوتين اللي بس هو في ميزة. ميزة عجباني. إيه مقرمش اكتر. يعني مش بتقدر تتحكم فيه نفس تحكم الدقيق. بصي اقول لك الحاجة، هو فعلا صعب التحكم بس يستاهل الفايدة. بالظبط. وكمان طعمه مش فارق خالص، يعني انا مش حاسس اني باكل عيش زي ما كنت متخيل. انا كنت حتى بقول لكم وانا كنت متخيله انه هيبقى عيش بلدي، فهنعمل حواوشي بجبنه. لا، هو عادي جدا، دقيق عادي جدا، ما فيهوش اي اختلاف. هو بس عضه بسيطه اكتر، غير كده اقسم بالله العلي العظيم احنا بناكل عظمه عشان الفايده وعشان الصحه. بس صحه ايه بكل الجبنه اللي احنا عاملينها؟ لا احنا بنقول الدقيق والجلوتين بقى بص الدقيق. اهو بص اهو. ليه؟ ايه شفتي؟ كنت عاوزه منطقه للسقف. مؤمن.
بجد لازم تجربوها، لذيذه جدا جدا جدا، ما فرقتش عن الدقيق العادي غير الطعم احلى كمان. وبجد مش متعبه خالص، تنفع لجوع نص الليل، تنفع لصبح وليل وعشاء وغدا وفطار ومية. على فكره كمان هو لما اتعرض على الرسول عليه الصلاه والسلام العيش الابيض اللي متشال منه النخاله مرضيش ردي اليه نخاله رجعيها. فده معناه ان اكيد فعلا دي الابيض هو احنا مش مع نظام حاجه، مش مع نظام حاجه، بس يعني احنا بنتكلم، لا بس بنتكلم عن الحاجه الصحيه، على الحاجه الصحيه فعلا، ده الحاجه الصحيه، فجربوها تعجبكم جدا جدا بجد، والله العظيم مش تندموا ابدا انكم عملتوا. ودمتم سالمين، والى اللقاء.